أهلا بكم في نشرة جديدة من قناتكم ملاكورا، حيث نأتيكم بكل تفاصيل الميركاتو، المفاجآت والتحركات. من أخبار ريال مدريد إلى صفقات تشيلسي، ريال، أستون فيلا. لذا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لأن القادم دائما أقوى. فلنبدأ. ريال مدريد يغلق السوق. النجم فيرلاند ميندي قرر البقاء في ريال مدريد ولا مجال لرحيله هذا الصيف. وفلورنتينو بيريز حسم قراره، كفى صفقات. السوق أغلق بالكامل ولا نية لأي تعاقدات إضافية. إندريك ضحية لعنة ميسي. تساؤلات كبيرة تدور حول النجم البرازيلي الواعد إندريك، الذي أكد التقارير أنه لن يغادر الريال بعد نهاية صفقة ريال سوسيداد. لكن الصدمة الكبرى، الرقم 9 ذهب إلى غونزالو غارسيا وليس إلى إندريك. تجاهل تام لموهبة اللاعب. ريال مدريد لا يرحم. فياريال يتعاقد مع توماس بارتي. نادي فياريال الإسباني يتوصل لاتفاق رسمي لضم توماس بارتي من أرسنال كلاعب حر بلا جدل، فقد أفرج عنه بكفالة مشروطة بعد اتهامات خطيرة تشمل 5 قضايا اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي. صرح محاميه ينفي كل التهم ويتطلع لتبرئة اسمه. فهل ينجح في كتابة فصل جديد في الليغا الإسبانية أم أنه سيؤثر عليه ذلك؟ رسمياً وبعد شهور من الترقب، تشيلسي يضم النجم البرازيلي الشاب استيفاو. اللاعب عبر عن حبه للنادي قائلاً: أحب البلوز. هل يكون استيفاو هو الوجه الجديد لنيمار في مشروع تشيلسي المستقبلي أم مجرد موهبة برازيلية أخرى ستضيع وسط الزحام؟ أستون فيلا يتوصل لاتفاق نهائي مع نيس الفرنسي لضم المهاجم إيفان جيساند مقابل 35 مليون يورو. حصل اللاعب على إذن السفر لإجراء الفحص الطبي، والاتفاق تم مع المدرب أوناي إمري. توقيع هجومي قوي في البريمير ليج، والموسم القادم يبدو ناريا. النصر يحاول خطف جرينوود. مفاجأة سعودية جديدة. النجم كريستيانو رونالدو طلب من إدارة النصر التعاقد مع الإنجليزي المثير للجدل ماسون جرينوود، لكن نادي مارسيليا الفرنسي يرد بصرامة: لا نية لبيعه. مانشستر يونايتد. قدم مانشستر يونايتد عرضا رسميا بقيمة 85 مليون يورو للتعاقد مع بنجامين شيسكو من لايبزيغ. إدارة النادي متأكدة أن اللاعب يرغب في مشروع اليونايتد فقط رغم محاولة نيوكاسل. المفاوضات مستمرة. ترحيب أسطوري للنجم الكرواتي لوكا مودريتش في نادي ميلان الإيطالي. الأسطورة سيحمل الرقم 14 ليبدأ مرحلة جديدة في الكالتشيو بعد مسيرة مذهلة مع ريال مدريد. فهل يعيد مودريتش القليل من الزمن الجميل للميلان؟ أنشيلوتي المدير الفني القادم للسامبا يخطط لاستدعاء نيمار جونيور إلى منتخب البرازيل مجددا ابتداء من شهر سبتمبر. فهل تكون هذه الفرصة الأخيرة لنيمار للسطوع على الصعيد الدولي؟ وهكذا نكون قد غطينا لكم أقوى أخبار الساحة الكروية من مدريد إلى ميلان ومن لندن إلى الرياض. أخبرونا في التعليقات ما أكثر خبر فاجأكم اليوم، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن قناتكم ملاكورا ترصد كل جديد أولا بأول.